السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فلو اول مرة بتشوفيني خدي لك لافة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات بجديد هننزله. النهارده ان شاء الله جايلكم بفيديو سهل وسريع كده، هنعرض فيه فكرة كده للغدا حلوة قوي. فاتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. في البدايه اول حاجه شاركتها معاكم كده، يعني كان فطار سريع كده ما عملتش فيه اي حاجه. يعني القرص دي كانت جاهزه معايا. الفيديو موجود على القناه، القرص الفلاح اللي انا كنت عاملاه معاكم. عايزه اقول لكم ما شاء الله حلوه قوي. القرص دي انا كنت عيناها في الفريزر وطلعتها الفجر مثلا كده على الرخامه تبدا تفك معانا، ما شاء الله كاننا لسه عاملينها. قد ايه هشه وقد ايه طريه وقد ايه قوامها حلو قوي. وطبعا بقى جنب القرص كده جبت طبق عسل، وجبت طبق كده جبنه قريش. وكان فطار يعني سهل وسريع كده. ما حبيتش مثلا ان انا اعمل فطار مثلا فول وطعميه وجبنه والكلام ده، لا انا اوقات كده بحب مثلا يكون فطار في الانجاز كده، ما اقفش في المطبخ كتير. فجهزنا بقى القرص بتاعتنا كده وجبنه وعسل، وده كان فطارنا في اليوم ده. يعني الحمد لله، فضل ونعمه، ربنا يديم علينا نعمه دايما يا رب ويحفظها من الزوال. بجد ادخلوا شوفوا فيديو القرص ده لانه حلو قوي. شايفين القرص بتاعتنا لونها وشكلها وسمكها وقوامها؟ عايزه اقول لكم ما شاء الله حلو قوي. ادخلوا الفيديو، يعني فيه كل تفصيل عن القرص الفلاحي دي. لو جربتوها بجد يعني هتفهموا انا قد ايه عماله اشكر لكم فيها من حلاوتها. فادخلوا وشوفوا الفيديو، وان شاء الله هتلاقوا الفيديو موجود تحت في صندوق الوصف. شوفوه بحيث انكم لو عايزين تاخدوا الطريقه بتاعته. وان شاء الله في صندوق الوصف برضو هكتب لكم المقادير بتاعتها لو حد حابب ياخدها سكرينه ولا. خلاص بقى خدنا فطرنا كده وفطرنا فطار سريع كده. هنبدا بقى دلوقتي ان احنا نجهز الغدا بتاعنا. هنعمل مع بعض طاجن. عايز اقولك ان الطواجن بتنقل اكلك في حته تانية خالص. بتكون اختلاف جدا عن انك تعملي الحاجه دي طبيخ او مثلا اللحمه لوحدها. لا، عايزه اقولك الطواجن دي يعني انتوا اكيد مجربينها يا بنات وعارفين الطواجن قد ايه بتدي نكهه كده لاكلك وبتدي روح لاكلك كده حلو قوي. فالنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن باميه باللحمه. طريقته سهله وبسيطه. اول حاجه جبت عندي كده صينيه. بدات اضيف فيها شويه كده من الزيت، ممكن تضيفي سمنه او زبده المتوفر عندك. وبدات بقى كنت مقطعه اللحمه بتاعتي مكعبات كده. اللحمه دي فيها كده نسبه من الدهون. وبدات بقى نزلت باللحمه بتاعتي كده لحد ما بدات اتشوحت وخدت يعني تشميعه خفيفه معايا كده او لون خفيف معايا. بدات بقى ان انا نزلت بالتوابل. انا دايما في كل فيديو بعمل فيه لحمه اقول لكم ما بحبش اضيف توابل كتير على اللحمه. يعني انا يا دوبك بس ضفت عندي رشه من الفلفل الاسمر ورشه من بهارات اللحمه واستكفيت على كده. وبدات بقى ان انا قطعت برضو بصلايه كده مكعبات صغيره، وهقطع برضو كمان قرن فلفل مكعبات صغيره. ممكن برضو تقطعي عليها حبه طماطم كده، بس انا هبقى اضيف عليها صلصه فاستكفيت بس بالبصل والفلفل بتاعنا. وببدا بقى اشوحهم مع بعض شويه كده لحد بقى ما يبدا ايه اللحمه بتاعتنا كده لو نزلت ميه او البصل او الفلفل ده نزل ميه. ابدا بقى دلوقتي هبدا ان انا اضيف لها ميه. انا بحب اضيف لها ميه كتير لان انا عارفه ان اللحمه بتاعتها هتاخد وقت في السوى، فهتشرب كميه الميه دي، فبضيف لها ميه بزياده بحيث ان هي تبدا تستوي معانا ويكون في شوربه برضو ما ارجعش ان انا اضيف ميه. فهبدا بقى دلوقتي هسيبها بقى على نار عاليه تبدا تغلى معايا كويس قوي. واول ما تغلى بالشكل ده هبدا بقى ان انا اهدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها. انا ما ضفتش الملح، انا بضيف الملح في الاخر خالص. فهنا بقى خلاص بعد ما غليت معايا كويس قوي نقلتها بقى كده على عين اهدى شويه وهدى عليها النار واسيبها بقى تستوي براحتها. عايزه اقول لكم اهم حاجه في الطاجن انك تسوي اللحمه بتاعته كويس قوي. يعني انا بسيب اللحمه مش هقول لك تستوي 3/4 سوا الكلام ده، لا انا بسيبها تستوي سوا كامل. وبعدين ابدا ان انا اضيف عليها مثلا الباميه او الخضار اللي عندي اللي هسويه معاها في الفرن. فهنا بقى خلاص كانت استوت معايا تماما وكانت دخلت في مرحله استوى. بدات بقى ان انا ضفت عليها الملح بتاعها وضفت بقى حوالي كده 4 معالق من الصلصه. وهبدا بقى اضيف على الصلصه بتاعتنا كده رشه من السكر عشان تعدل الحموضه. وهبدا بقى ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعض وهسيبهم كده لحد ما يبداوا برضو ياخدوا غلوه مع بعض. اهم حاجه الشوربه بتاعتك تغلى كويس كده عشان لما تيجي تضيف عليها الخضار بتاعنا، لان الخضار انا مفرزاه فلازم يعني ينزل على الشوربه مثلا تكون سخنه او درجه الحراره اللي انت هتنزلي عليها تكون سخنه قوي عشان الخضار بتاعك ما ينزلش ميته وما يديكش نتيجه يعني مش لطيفه. فهبدا بقى ان انا اسيب الباميه بتاعتنا كده تبدا ان هي بس تفك مع نفسها كده واحده واحده. مش هستعجل عليها في السوا عشان ما تتكسرش معايا. هي دوبك بس اول ما تبدا ان هي يعني يوصل لها السخونيه كده بتلاقيها هي بتفك لوحدها من غير اي حاجه. فانا هبدا بالراحه كده افككهم من بعض وبعدين هبدا اسيبها بقى على نار عاليه تبدا تغلى معايا كويس قوي. واول ما تغلى معايا هبدا ان انا هدي عليها نار واسيبها يعني تاخد 3 4 غلوات كده، او مثلا تاخد نص السوا بتاع الباميه على عين البوتاجاز والنص التاني هدخله تكمله في الفرن بتاعنا وتاخد لون برضو. فهنا بقى خلاص كانت خدت غلوه معايا. هبدا بقى ان انا هدي عليها النار كده واسيبها بقى تستوي شويه معايا على عين البوتاجاز لحد بقى ما
ما شاء الله بقت معانا بالشكل ده، بدات ان هي تتسبك معانا شويه وتبدا تدخل في مرحله السوا. هبدا بس اخدها تقليبتين كده، وبعدين كنت مشغله الفرن بتاعي يسخن كويس قوي. انا هعملها في الفرن البلدي العادي، بيديني نتيجه احسن للطواجن عن فرن البوتاجاز. كمان فرن البوتاجاز حلو قوي، بس انا بصراحه بقيت افضل الفرن ده، بيديني نتيجه حلوه قوي. طبعا بقى درجه الحراره من تحت عاليه قوي لحد ما يبدا الطاجن يغلى معانا في الفرن كويس. انا كنت مسخناه قوي، واول بقى ما الطاجن يبدا يغلى معانا كويس قوي هبدا بقى ان انا هدي عليه النار واسيبه يكمل السوا بتاعه. بدأ برضو ياخد لون خفيف كده وهيطلع معانا بقى بالجمال ده ما شاء الله. شايفين شكل الطاجن عامل ازاي؟ بدأ بقى ان هو شرب الصوص بقى اللي فيه كده، او الشوربه اللي فيه، وبقى معانا بالجمال ده. ما شاء الله ما فيهوش شوربه بس عايزه اقول لكم يعني طري جدا، ولا نشف معانا ولا مثلا تحسيه كده لا ناشف واخد لون زياده، لا ما شاء الله. عايزه اقول لكم لونه ممتاز قوي، كان طعمه حلو قوي. عملت جنبه كده شويه رز بشعريه. ممكن مثلا انك تعملي رز ابيض، رز حبه وحبه، اعملي اللي تحبيه. ممكن تغمسيه بعيش، ما شاء الله الطاجن ده مش هيقولك لا، بيكون حلو قوي. هوريكم دلوقتي. شايفين الباميه دايبه كده، وهجيب لكم برده حته لحمه دلوقتي. عايزه اقول لكم اللحمه بتدوب كده تحت المعلقه بتاعتنا ما شاء الله. هو بس الشويه اللي انا خدتهم دول ما كانتش اللحمه باينه فيها، فهوريكم اللحمه دلوقتي ما شاء الله. شايفين اللحمه بتدوب كده تحت المعلقه بتاعتنا، على الرغم من انها خدت معايا وقت في السوا، بس اهم حاجه تسيبيها تاخد سواها براحتها بحيث انها تديكي نتيجه كويسه. عايزه اقول لكم الطاجن ده بقى تغمسيه كده بشويه عيش، انسي بقى الرز والكلام ده، لا شويه عيش بقى كده وتقعدي تغمسي، يا سلام، في حته تانية بجد، في قلبك في قلبك في قلبك ما شاء الله. انا بقيت بحب الطواجن قوي. لو بعمل بسله بحب اعملها طاجن، باميه بحب اعملها طاجن، ما بقتش اعملهم طبيخ، ما بقتش افضلهم طبيخ يعني. الطبيخ بيكون طعمه حلو وكل حاجه، بس عايزه اقول لك الطواجن بتنقل اكلك في حته تانية خالص، بتديكي نتيجه كويسه قوي. عندك ضيوف بقى، عندك عزومه، بتنجز معاكي وبتديكي شكل حلو كده على سفرتك، واكلك كده بيبقى له نكهه حلوه. خلاص بقى ظبطنا غدانا كده وخلصنا بقى الفيديو بتاعنا كده. ولحد هنا كده بقى خلص الفيديو بتاعي معاكم النهارده. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه ولو بشيء بسيط. وطبعا لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وافكار جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.